يا ترى بعد آخر تحديث الأخضر وصل لكام سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنوك المصرية اليوم كالتالي؟ يتغير سعر الدولار بشكل مستمر وذلك من وقت إلى آخر نظرا أنه يخضع للعديد من التغيرات، وسوف نعرض لكم من خلال هذا الفيديو سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك والسوق السوداء مع آخر تحديث. في بنك القاهرة لقد سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة مبلغ وقدره 47.20 جنيه للشراء، بينما سجل مبلغ قدره 47.10 جنيه مصري عند البيع. بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي مبلغ قدره 47.18 جنيه مصري في حالة الشراء، أما بالنسبة للبيع فقد سجل مبلغ قدره 47.58 جنيه مصري للبيع. وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في المصرف العربي مبلغ قيمته 47.17 جنيه مصري عند الشراء، بينما سجل مبلغ قيمته 47.7 جنيه مصري عند البيع. وأيضا يأتي سعر الدولار الأمريكي داخل السوق السوداء مقابل الجنيه المصري كالتالي: بلغ الواحد دولار أمريكي في السوق السوداء مقابل الجنيه المصري مبلغ وقدره 47.78 جنيه، وال150 أو 150 دولار أمريكي في السوق السوداء مقابل الجنيه المصري مبلغ قدره 7167 جنيه. أي إذا كان معك 150 دولارا سيكون معك مبلغ كبير، أما بالنسبة إذا كان معك 500 دولار في السوق السوداء ستكون قيمتها 23890 جنيه. وأيضا نتابع لمعظم البنوك الأخرى والتي وفقا لآخر تحديثات شاشات عرض أسعار العملات أمام الجنيه المصري، ويتساءل الكثير من الناس عن حركة سعر الدولار أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم لتحديث يومي. فكما قلنا مثلا في البنك الأهلي المصري يساوي 47.10 جنيه للشراء و47.20 جنيه للبيع. في البنك التجاري الدولي 47.10 جنيه للشراء و47.20 جنيه للبيع. في بنك الإسكندرية 47.10 جنيه للشراء و47.20 جنيه للبيع. في البنك الأهلي المتحد 47.10 جنيه للشراء و47.20 جنيه للبيع. في بنك فيصل الإسلامي نحو 47.10 جنيه للشراء و47.20 جنيه للبيع. في بنك مصر 47.15 جنيه للشراء و47.25 جنيه للبيع. في بنك التنمية الصناعية 47.28 جنيه للشراء للبيع و47.18 جنيه للبيع. أما بالنسبة للمصرف أو مصرف أبو ظبي الإسلامي 47.25 جنيه للشراء و47.35 جنيه للبيع. في بنك البركة الإسلامي 47.5 جنيه للشراء و47.15 للبيع. وسجل أو يشهد سعر الدولار انخفاضا أمام الجنيه المصري بختام التعاملات وبداية التعاملات لليوم في البنوك المصرية، مسجلا بالبنك الأهلي المصري سعر 46.90 جنيه للشراء و47 جنيه للبيع. وفي البنك التجاري الدولي CIB سجل 46.90 جنيه للشراء و47 جنيه للبيع. وفي الوقت الحالي هناك تغيرات متعددة لسعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري. فمثلا كما قلنا يتغير الدولار مثلا في الأيام الحالية بتغير طفيف، مثلا قد يزيد ب10 قروش أو ينقص ب10 قروش، ولكن هناك أيام تأتي الخسارة أو خسارة ال10 قروش تكون متتالية وليست محددة.